وماتت الخالة شريفة، هذه المرأة الجنوبية الأصيلة بروحها ورضاها ووفاها وطيبة روحها. لأكثر من 30 سنة ظلت تحتفظ بثلاجة شاي ابنها عندما كان في الابتدائية، وكبر وتوظف وتوفي بحادث سير، ولا تزال تضم ثلاجته وكأنها تضم جزءا من ابنها، وتعلق صورته في دارها، تنظر إليها كلما اشتاقت لابنها الراحل، وتمسح بروازها من أن يأتيها الغبار. ذهب ابنها وظلت ذكراه معها للأبد. واليوم الخالة شريفة العسيري بعد عمر 100 سنة يفاجئنا خبر وفاتها رحمها الله، لتلحق بفقيدها وحبيبها وابنها رحمه الله ورحمها الله. وداعا أيها الوجه العسير، ومن عاشت على طيب وخير، عجوز في الجنوب لها احترام، لها ذكر يفوح من العبير. لقد عاشت شريفة في حياة من الذكرى من الوجع المرير، لقد رحل ابنها فبكت عليه وفاء للحياة وللمسير، وقد عاشت بصبر طول عمر، ولا يدري امرؤ شأن المصير. ومن قد صاحب الدنيا طويلا، سيلقى الموت في اليوم الأخير. اذكروها بدعوة رحمها الله ورحم الله موتى المسلمين.